perché hanno dimostrato il popolo palestinese, ovunque va, qualsiasi cittadinanza che prende, anche se prende tutte le cittadinanze del mondo, ma non dimenticherà mai, mai, mai la Palestina, mai la Palestina. Ieri si chiamava Palestina, oggi si chiama Palestina, domani sarà anche sempre la Palestina. تأتي هذه الوقفة التضامنية مع أهلنا في فلسطين بتنظيم التجمع الفلسطيني في إيطاليا، وكذا الجمعية الخيرية لمناصرة الشعب الفلسطيني، وكذا بعض النقابات العمالية والفيدراليات. دائما هنا بالنسبة هذه المظاهرة تقريبا الخامسة التي تقام في مدينة ميلانو في جميع النواحي، وبالموازاة مع ذلك في مدن كثيرة في إيطاليا تقام مظاهرات تنديدا بما يفعله الصهاينة، وفي ظل الإمبريالية الصهيونية برئاسة أمريكا وبمساندة حلفائها من أوروبا والغرب بصفة عامة. التقتيل الذي نراه يوميا في أطفال غزة وكذا من جميع أنحاء فلسطين، فهنا كل أحرار إيطاليا يخرجون دائما للتنديد، إيطاليين وعرب مسلمين وغيرهم، للتنديد بالمجازر التي يقوم بها الكيان الصهيوني. شكرا لك زميل علي القسطاني من ميلانو الإيطالية، يعني مجهود أكثر من رائع للمرة الخامسة على التوالي. كما تشاهدون جميعا تحشدات بأعداد كبيرة وكبيرة جدا كما قال الأخ علي. غزة فينشيرا. Stanno pensando che questo genocidio e il resto che vogliono fare transfer del popolo palestinese, sia quello di Gaza sia quello di Cisgiordania, ma forse loro hanno dimenticato